يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هنعمل صينيه بطاطس بالوايت صوص او بالصوص الابيض مع فراخ ورز بشعريه. اكله خفيفه كده في السريع عشان ايه؟ جو متلج. فاهمين يعني ايه متلج؟ اخيرا سقعت، حسيت بالسقعه يا جماعه. باركولي باركولي. يلا حطوا لايك ويلا بينا نشوف مكونات اكله النهارده ونتنقل على الرز. الاول كده يا حلوين المكونات معانا بطاطس متقطعه، ومعانا 3 بصلات كبار متقطعين جوانح، اوكي. ومعانا فلفلايه رومي عشان ولادي مش بيحبوا الحامي، ما بياكلوش الاكل سبايسي، فاللي عايز يستبدل الفلفلايه دي بحامي يستبدلها. وطماطمايه متقطعه شرايح، اوكي. اول حاجه بقى هنعملها، هنجيب البصل ننزل بيه كده، اوكي. ونجيب الملح، ننزل كده على البصل. ملح اللي هو الحياء بقى بتاع البطاطس، فاهمين. وهنجيب رشة بابريكا، اوكي، ورشة فلفل اسود. وهنقلب البصل كويس قوي في التتبيلة دي، اوكي. خلاص بعد ما قلبناه هناخد نص البصل في علبة، وهنجيب الفراخ هننزل بيها. طبعا الفراخ دي مغسولة ومتنضفة وكل حاجة تمام، اوكي. بس انا عشان ما اطولش في الفيديو خلصتها يعني. وهنقلب البصل في الفراخ يعني كده. سيمي الصغننة، يا روح ماما انتي بعمل لك اكل يا صغنونة. هتقول لهم حطوا ايه يا قشطة؟ حطوا ايه؟ بيسقف لي كمان. سيبوا سقف سوسة. نو واي. كيزي يو غلوزي. بصوا يا جماعه، خلاص كده احنا قلبنا البطاطس مع الفراخ مع البصل. هنبتدي نرصها بقى في الصينيه، اوكي. يعني هنرصها كده في الصينيه. طبعا الكميه اللي انا عاملاها دي عامله فرختين، لو حد عايز يعمل فرخه واحده مفيش مشكله، يعني تقللوا او تزودوا حسب ايه امكانياتكم وحسب الرغبه. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البصل، اوكي، الجزء التاني. خلاص كده الحاجات دي نركنها هنا. وهنجيب الفلفل والطماطم، وهنزود رشة ملح، اوكي كده. وهنزود رشة فلفل اسود كده، ورشة بابريكا. وندعك كل ده في بعضه، ندعك كل ده في بعضه، اوكي اهو مع البطاطس كده، كله على كله. خلاص وهنبتدي ننزل بيها فوق الفراخ كده. دي اسهل صينية بطاطس ممكن تعملوها، واطعم صينية بطاطس ممكن تاكلوها. الفراخ تحت لان الفراخ بتاخد سوا عن البطاطس. خلاص بس نلم الحاجات دي بقى. باشا سيمو عايز ميه. عايز نمسك؟ نعم. حاضر. هنجيب بقى طاسة صغنطوطة وناخد السمنة ومعلقة وهنشغل الكبة. هناخد معلقة سمنة كده هناخد معلقة سمنة كده نسيحها على النار. خلاص كده سيحنا السمنة زي ما انتوا شايفين.
هننزل بقى على وش البطاطس كده بمعلقه السمنه الكبيره اللي سيحناها بس. وده يا حلوين شكل صينيه البطاطس بتاعتنا، البطاطس اللي هي وايت صوص بالفراخ. هتقولي يا رحاب طب فين الشوربه في الموضوع؟ يا جماعه الفراخ هتنزل ميه، الميه دي هي اللي هتسوي او هتنزل شوربه، هي اللي هتسوي البطاطس والفراخ. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بكره الالومنيوم فويل كده ونغطي الفراخ زي ما احنا شايفين كده، ندخلها الفرن على اعلى درجه حراره اللي هي الماكس، رف متوسط بس، ونسيبها. اوكي، وهنحط كاتل الميه ده يغلي. حله على النار يا جماعه وفيها معلقه سمنه، وهننزل بكوبايه شعريه. اوكي، وهنقلب. عندنا هنا كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين. على فكره انا نقلت الشانون بتاع التخزين اللي كان تحت الحوض جنب البوتاجاز هنا، بما انه ستانلس ومش هيتاثر بالمعدن، مش هيتاثر بالسخونيه، فقلت خليه هنا بصراحه مش عايزه اسيب مساحه في المطبخ الا ما استغلها. يعني بصوا تعالوا كده معايا، الديسبنسر حطيته هنا، بصوا ده الديسبنسر حطيته هنا، مش عايزه اسيب مساحه. والديب فريزر زي ما وريتلكوا الفيديو اللي فات، والستاند مكانه. شانون التخزين حطيته هنا اللي هو فوقيه غطا اهو، وطبعا معلقه فيه الحتت اللي بستخدمها في البوتاجاز بس. ووقت الطبخ زي ما قلت لكم بشيل الترابيزه البلاستيك من هنا، بحطها على الباب زي ما انتم شايفين كده، على باب المطبخ اهي بالكرسي بتاعه، ولما بخلص برجعها مكانها. فنظموها يعني. الشعريه بتاعتنا هتروح. ويقولوا ما يقولوا قلبي فرشتوله، ويقولوا ما يقولوا. ده الرز. الفراخ بقى احنا مغطينها بألمونيا فويل اولا علشان تكتم البخار وتنزل الفراخ ميتها اللي هتسوي البطاطس. ما تستغربوش ان انا ما حطيتش لا شوربه ولا ميه ولا اي حاجه، ده طبيعي يا جماعه علشان الفراخ بتنزل ميه طبيعي في السوا، اي لحوم عموما في السوا بتنزل ميه، فهي كده كده هتستوي منها فيها. وهوريكم برده الشكل النهائي ليها في الاخر. خلاص الشعريه بتاعتنا داخله على السوا اهي، وجون وجون وجون. الناس اللي بتقولي يا رورو اطلعي اعملي برامج تلفزيونيه للطبخ، يا جماعه الموضوع ده عايز وقت وحد فاضي. بالنسبه لولادي والمسؤوليه اللي انا شايلها في الوقت الحالي مش هينفع. انا عارفه ان هي فرصه كويسه وحاجه كويسه ان انا اقدم على الخطوه دي واعملها، بس انا ما اقدرش اسيب ولادي فتره تصوير وبرنامج والكلام ده وابقى ملتزمه بايام كتير في الاسبوع ان انا اروحها. انا عندي اطفال، وارد جدا طفل يتعب، طفل يكون محتاج لي، كل الكلام ده انا ما اقدرش ان انا اسيبهم. انا حابه موضوع ان انا بعمل محتوى على اليوتيوب من بيتي عشان انا قاعده مراعيه ولادي، فاهمين؟ بس خلاص كده الشعريه بقت ذهبي. هننزل بالرز. طبعا البوتاجاز اتبهدل وهذا حال الطبيخ. هنجيب الملح، هنحط شوية ملح، شوية كمان عشان الحبايب، وهنقلب. وهننزل
بالميه. الميه يا دوب بتغطي الرز، اول ما يتغطى خلاص كده المعيار بتاعه مظبوط. هنسيبه على نار عاليه لحد ما يشرب ميته، وبعدين ننقله على شمعة. بس كده يا حلوين، خلصت طبخة النهارده، وننتظر البطاطس لما تخرج من الفرن، وهقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه هي، والرز يستوي ونرجع لكم من تاني. حطوا لايك وانتظروني. خلاص يا حلوين، ودي شكل صينية البطاطس. بصوا بقى الشوربة اللي نزلت من الفراخ، بصوا. عايزة اوريكم الصوص. بصوا الصوص قد ايه اهو، ده من غير ما نحط ولا نقطة مية ولا شوربة. اوكي، هنبتدي بقى نغرف الرز علشان خلاص كده حان وقت الطعام. طبعا الرز بارد مش سخن، الحلة يعني دافية. بصوا الرز مفلفل ازاي، تحفة. الديب فريزر بقى ينفعني ان انا هحط عليه، بقى عندي ترابيزة. ودلوقتي هنعمل البطاطس. بصوا انا هحط الفراخ في الطبق ونحط البطاطس في الطبق علشان ما تبقاش ايه دي مغطية على دي، بس هي فيها صوص عالي قوي، يعني هو شوربة كأننا حاطين شوربة. عايزة اقول لكم ان البطاطس بالوايت صوص دي خفيفة جدا عن اللي بالطماطم، فاهمين؟ اخاف ولادي، انا ولادي بيحبوها اكتر بالوايت صوص اكتر من الطماطم. بصوا الصوص بتاعها كأنها فيها شوربة. بس كده يا حلوين، وده الغدا بتاعي النهارده، الرز والبطاطس. اسرع صينيه بطاطس واخف صينيه بطاطس ممكن تعملوها لولادكم. ده شكل اكل النهارده، يا رب يكون عجبكم. وبس كده يا حلوين، عشان الكتاكيت بتوعنا جاعوا. ماما تعالى قولي ايه رايك. ايه ده؟ كاكا. سيمو بيقول على ماما كاكا. دوقي كده الكاكا، دوقي الكاكا. سخنه قوي قوي. دوقي الكاكا سخنه. يلا هقول لكم دمتم بخير، ونختم مع السيم الجميل الصغنن المسكر. باي. هنقول لكم ايه؟
باي باي. قول باي. يلا قول باي. باي. باي يا حلوين. يلا ايه رأيك؟ كوكو.